اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه رأيكم في الكفتة القمر الحلوة دي؟ تعالوا بقى نعملها النهاردة مع بعض كده، ونعمل المقلوبة مع بعضنا ونشوف هنجهز اكلنا ازاي. وحطوا اللايك بقى، حطوا اللايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. معانا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعانا هنا 3 4 بصلات فرمنهم فرمه ناعمه كده. ونزلنا بقى بالنص كيلو اللحمه عليهم، نزلنا بالبهارات بتاعتنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، كزبره وفلفل وكمون وشويه من البهارات اللحمه. ودقينا كده فصين توم فريش على حبة يعني من الخضرة كده، دقناهم في الهون دقة ناعمة. وكمان حطينا شوية من البيكنج باودر وشوية من الملح. ونزلنا بقى نعجن الكفتة بتاعتنا عجنة حلوة تمام كده، لما كل الأنسجة كده تخش في بعضها كده وتبقى الكفتة معانا حلوة قوي. هنسيبها بقى ونروح نقطع كده طماطمتين كده في قعر الطاجن اللي احنا هنعمل فيه الكفتة. هنقطع بس طماطمتين كده وبصلية كبيرة كده شرايح. وهننزل بقى زي ما انتوا شايفين كده بالطماطم وفوق منها البصل برضو جوليان كده زي ما انتوا شايفين كده، يعني بصلاية واحدة كفاية. وبعد كده هنمسك بقى الكفتة نصبعها ونحط قصاد كل خرطة بطاطس نحط صباع كفتة زي ما انتوا شايفين كده. هنرصها رصة تمام زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ووصلتوا لحد كده، قولوا لي بتتابعيني من انه بلد، وحط لي اللايك وكومنت حلو، بالله عليكي كومنت حلو يفتح النفس. ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله ويكرمنا جميعا يا رب العالمين. ماشي يا حبايب قلبي، هنا بقى بصبع في الكفته كده وبرص كده في البطاطس مع الكفته زي ما انتوا شايفين كده. الاكل بتاعنا النهارده كان حلو قوي وكمان خفيف على المعده. وكمان عملت شويه رز بالخلطه هقول لكم عليهم بقى في فيديو تاني، وممكن اعمله معاكم ان شاء الله. انا ما عملتش رز الخلطه اللي مقلوبه معاكم النهارده علشان انا استفدت بالكفته بس كده ان انا اصورها معاكم، بس حبيت اوريكم المقلوبه وانا عاملاها جنب الاكل حلوه قوي. ايوه كده، رصي بقى البطاطس جنب الكفته كده بقى، وحطي بقى في الفرن كده ودلعي نفسك ودلعي الولاد زي ما انت شايفه كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، نص كيلو من اللحمة عمل لنا كمية حلوة قوي، حتى كمان عمل المقلوب. هنا بقى جبت نص كيلو من الطماطم ضربت في الخلاط كده، وهنزل برضو برشة من الفلفل ورشة من البابريكا ورشة من الكزبرة وشوية صغيرين كده من الملح، واقلب تقليبة حلوة كده. وهنزل بقى على وش الكفتة بتاعتنا بالصلصة الجميلة دي، وخليها بقى تعيش حياتها. حط بقى معلقتين من الزيت ومعلقة كده من السمنة وحطها بقى في الفرن لما تستوي بقى كده وتاخد وش وتبقى ناشفة كده معانا وحلوة كده وجميل. هنا بعد ما طلعت من الفرن بصوا، مش عايزة اقول لكم شكلها وطعمها كان والله العظيم كانت تحفة 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 بجد، كانت جميلة. شايفين الصوبع عامل ازاي وما خسش ولا اي حاجة كده، والبطاطس شاربة كده من اللحمة بتاعتنا وطعمها جميل. هنا بقى عملت ليا كده انا حبة كده من الرز الخلطة، هعمله معاكم بعد كده ان شاء الله هوريه لكم حلو قوي. هو رز مشطشط. ماشي يا حبايبي، انا عاملاه رز مشطشط كان حلو قوي، وكان كله ساب الاكل وكل منه بجد كان جميل. هنا بقى برص البتنجان كده، بتنجانتين قليتهم برضو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وقمت نازله بالرز بقى على الجناب كده الاول كده، والتكه كده بالمعلقه، يعني ان انا اهبط الرز كده معايا ويبقى عشان اما اجي اقلب المقلوبه يبقى مساوي معانا وحلو. هنا بقى بعمل في الحروف بس كده زي ما انتوا شايفين. هسيب بقى الحته الفاضيه دي علشان احط فيها العصاج اللي انا عصقته بالبصل كده زي ما بنعصق بتاع المكرونه، زي ما بنعصق بتاع الرقاق. يعني احنا عصقنا اللحمه يعني طماطم وبصل والبهارات بتاعتنا اللي احنا بنحطها على الاكل بتاعنا. بصوا كده بقى انا بسوي بس وبتكه كده تمام كده، وبعدين هنزل بقى باللحمه المفرومه في النص كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللحمه بقى بصوا يعني اللحمه معانا حلوه كده مستويه، وكمان طعمها جميل. العصاج بتاعنا حلو قوي النهارده وكان جميل قوي في المقلوبه بتاعتنا. ماشي يا حبايبي كده، هتكه بالمعلقه كده واظبط العمل كده زي ما انتوا شايفين عشان لما اجي اقلبها تبقى مسويه معايا وتبقى حلوه. وبعدين هنزل بقى ببقيه الرز عليها كده
زي ما انتوا شايفين كده، وهتكه بقى بالمعلقة بتاعتنا كده، واساوي الحروف واظبط ايه الدنيا كده. شايفين انا بتك اهوت وبظبط كده علشان تطلع معايا مسوية، وانا بقلبها كده وتطلع شكلها حلو. خليكم معايا دايما وادعمونا عشان قناتنا تكبر، ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا جميعا يا رب العالمين. هنجيب بقى طبق كده ونقلب المقلوبة بتاعتنا بقى ونشوف منظرها وشكلها، وكان طعم الرز بتاعها فظيع، ولا العصاج بتاعها. الاكل بتاعنا كان جميل قوي النهارده، وكان خفيف كده وحلو قوي. طبعا الطبق ده صغير مش هينفع، فروحت بقى اجيب طبق كبير تاني اللي هو سيرفيس ده، يعني عشان ياخد ايه الطبق بتاعنا كده. هوبا هنقلب اهو. بس كده، هو ده الشغل، هو ده الكلام. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى المنظر تحفة تحفة، ولا كان الطعم كمان فظيع. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. هنعمل لكم حاجات حلوة وبسيطة وسهلة ومش مكلفة. بسم الله ما شاء الله على الاكل بتاعنا النهارده، كان تحفة. وكمان عملنا جنبهم ايه، رز حباية وحباية بقى لزوم الكفتة. لزوم كفتة البطاطس لازم يكون معاها يا رز ابيض يا رز حباية وحباية. واخدين بالكم معايا؟ خدوا بالكم معايا. كمان بقى جبنا بقى طبق كده نغرفه كده في طبسية كده ونتك عليه كده ونظبطه، وايه ونحطه بقى جنب الاكل اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين منظر الرز؟ تحفة تحفة تحفة. تطلعي بقى خرطتين كده من البطاطس ومن الكفتة، شوية كده حلوين جنب الطبق كده، وتزوقي الطبق بتاعك كده وتاكلي بقى بالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله. كان تحفة بجد بجد، كان جميل. والخرطة البطاطس، بصوا مش عايزة اقول لكم طعمها ايه، شاربة بقى من الكفتة، والكفتة طعمها جميل وهشة وحلوة قوي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو.